القضاء واجب كفائي. الحين جايتنا بعدين مواصفات القاضي وكذا بالتفصيل إن شاء الله. حكم باجتهاده، فلما حكم هذا الحكم إلى خصوصية يصير ماشي، حكم باجتهاده. طبعا القضاء واجب كفائي. واجب كفائي يعني شنو؟ يعني إذا قام به شخص سقط عن الباقين. لو فرضنا ما في مجتهد، ما في واحد عنده أهلية القضاء، لازم واحد يروح يتعلم يدرس حتى يقضي. وإذا في عدة مجتهدين كل واحد منهم لا يجب عليه عينا التصدي. لو فرضنا مثلا يرضون هم يروحون إلى فقيه ثاني يقول لهم أنا مثلا لا أريد أن أحكم بينكما، فلان أيضا عالم روحوا عنده يحكم بينكما، ما يضر، لأن هذا ليس واجبا عينيا. الواجب العيني هو الذي لا بد من أن يفعله الإنسان. أما الواجب الكفائي إذا قام به الغير، نعم لو فرض أنه ماكو واحد يقوم به، ما يقدرون أو لأسباب، حينئذ يلزم بفعله هذا الشخص. زين.